السلام عليكم، معكم ممبرا. النهارده معانا فيديو جديد. النهارده يا جماعه احنا معانا لعبه ديس بارك. زي ما انتم شايفين يا جماعه، احنا قدامنا الجزء الثاني من لعبه ديس بارك، وقدامنا المهرج المجنون اهو قدامنا بيلعب. من الواضح يا جماعه ان اللعبه دي هتكون قويه. طبعا بقول كلام انا مش فاهمه، ان الانجليزي طبعا صعب شويه. من غير اي تصوير خلينا نشوف اللي هيحصل في اللعبه. يلا بينا. دخلنا في اللعبه على طول عشان بس ما نضيعش وقت في المقدمه. طبعا دي الأوضة اللي احنا كنا لعبنا فيها قبل كده، الشابتر الأول. في نسبة لاج بسيطة نوعا ما، يمكن بسبب الإنترنت والإعلانات والكلام ده كله. أحاول أوقفها إيه ده جايبين رجل هو اللاعب بتاعنا اسمه شارلي صح؟ وده المنبه بتاع آخر شابتر، لو انتوا كنتوا متابعين معايا يعني. خليكم معايا ثانية. ماشي، رجعنا للعبة اهو. اللاج تقريبا أقل شوية. يلا بينا نشوف اللعبة فيها ايه. طبعا احنا قدامنا سبورة مش عارف ايه لازمتها، وصوت طفلة بتعيط بيقول لك تحقق من أختك في غرفتها. خلينا نشوف كده هنا في أي أدوات ولا أي حاجة. ترابيزة فاضية تماما، مفيش أي حاجة. الواد ده مش بينظف أوضته خالص. طيب، واو. أنا عمري ما شفت البيت ده، يمكن عشان في الشابتر الأول البيت كان ما تبلعي بقى حاجة، حطي في حاجة في بوقك بقى وتسكتي بقى. الطفلة بيقول لك استكشف غرفة الوالدين. أنا جاي خلاص، مش بحب الأطفال. دي غرفة الوالدين أهو، أعمل إيه بقى؟ خزنة. دي أخته تقريبا. في حاجة في الدولاب هنا. ايه، انجاز محقق. انا لسه ما عملتش حاجة اصلا. بقول لك مقفل. الحساسية سريعة، مش عارف مش عايز اغير فيها حاجة عشان اللعبة ما تبص. وده ايه ده بقى كمان؟ وانا اجيب الباسورد منين يا عسل؟ تلميح. ده ايه ده مشهد طب اعمل ايه؟ ارجعها منين دي؟ وغالبا في حاجة قريبة من هنا ليها علاقة بالباسورد ده. بسم الله ما شاء الله، يعني فتحناها فتحة. خلاص بقى، الأطفال لما بتقعد تتكلم كتير. قبلاتي يا أمي لا تقلق، كل شيء سيكون بخير. تشارلي أعتني بليلي. ليلي لقد تم استدعائي إلى المشفى. هي كل المشاكل اللي تحصل للواد ده بتحصل له وهو لا مؤاخذة يعني. إيه يا به؟ يعني المفروض إنها هنا، أخش إزاي بقى؟ بيقول لك سؤال مغلق. طب مروحة. أنا ما بحبش الألغاز الصعبة ده، أنا مختار اللغز على السهل. المفروض إن هو حاجة بسيطة يعني. ثانية كده. انتي بتعيطي كده، هي بتعطس ولا بتنف دي ولا إيه؟ طيب، انا من المفترض اعمل ايه؟ ثانية كده. 12 11 8 9. 12 11 8 9. خلينا نشوف كده، نجرب الباسورد ده. 12 11 8 9. فتح. الله اكبر. يمكنك شراء الاسلحة والذخيرة او غيرها من الاشياء المفيدة في متجرنا.
لا شكرا. مسدس. حبيب قلبي. ايوه. المهرج في وقت لاحق. وده انا فرقعها دي يعني ولا؟ المس البالون الأحمر لدخول. بمساعدة البالون الأحمر يمكنك التنقل بين العالم الحقيقي وعالم الأحلام. لا يمكنك أن تأخذ أسلحة معك من عالم إلى آخر. يعني لازم تروح وأنت حافي. وأنت حافي. يا نهار أبيض على الجرافيكس ابن الرايق. مفيش حاجة هنا. والدتك لن تعود أبدا. عسل يلا بيني على فكرة يا جماعة المهرج اسمه من الفيلم يعني اسمه بيني وايز. بس المشكلة ان انا مش عارف. طب اعمل ايه؟ اخش لك منين؟ نفسي افهم مش عارف. اه ده فتح اهو. خلينا نشوف ده كده هيفتح ده ولا؟ دخلنا اهو. يا ابن اللعيبة. مرحبا شارلي، يبدو انك تعلمت كيفية السفر بين العوالم. لن يساعدك ذلك على اي حال. اختك لن تستيقظ مرة اخرى لقد سرقت عقلها. امال يا كانت بتعيط ليه؟ قريبا ستنبر الى الابد واخرج الى عالمك. لن يدوم جسدها طويلا بدون دواء. إذا لا تحاول حتى إيقافي. سيسون. لا أنا هنا نرفع القبعة لمن صنع هذا الجزء، لأن الجزء ده بصراحة شكله أقوى بكتير من الأول. طيب بما إن إحنا دخلنا. ادخل غرفة أختك من الباب الثاني، افتح مزلاج الباب في غرفة معرفش إيه ده يعني. أنت قتلت أخي سأقتل. إيه؟ أنت قتلت أخي. ثانية هما مهرجين إخوات. وبعد ذلك سأقتلك. يا نهار أبيض. افتح مزلاج الباب في غرفة. فين المزلاج؟ يعني ايه المزلاج ده أصلا؟ مفيش حاجة يا جماعة. ايش أسوي؟ ثانية كده أقرا ده. ذهبت مؤخرا مع والدتي وتشارلي معرفش وتشارلي إلى مدينة الملاهي، لقد رأينا مهرج رهيب. لقد كان مرعبا ولا رعبا حاجة زي كده منذ ذلك الحين وأنا أحلم به كل ليلة. تشارلي يحلم به أيضا. يعني اللي أصلا الموضوع بدأ بإن هما شافوا مهرج مرعب في مدينة الملاهي فهم إيه. كفاية الضحكة أنت مين يا؟ A few moments later. وبعد تفكير نستنتج في النهاية أن المزلاج هو تقريبا كان قصده الترباس يعني. صح ولا أنا غلطان ولا إيه؟ المهم يعني إما إن إحنا فتحنا الترباس خلينا نرجع تاني للعالم الواقعي. طبعا الحاجة اللي بتاخد وقت طويل في التفكير بوقف الفيديو وأقعد أفكر فيها عشان بس ما يقعدش تمام، ما يبقاش فيديو طويل يعني. إحنا فتحنا إيه هنا؟ إيه؟ خلصنا المقدمة نخش على المنزل. إيه ده يا نهار أبيض؟ إيه كل ده يا عم؟ حديقة الموت، قاعدة عسكرية، الصرف الصحي، مقبرة كتير في وقت لاحق. السلام عليكم. إنجاز أنا ما عملتش حاجة عشان آخد إنجاز. مفيش أي حاجة هنا. بيقول إيه ده؟ أبي تم استدعائي بشكل عاجل إلى القاعدة العسكرية. أبقى في المنزل مع ليلي، سأعود في أقرب وقت ممكن. شارلي لقد أغلقت الباب. شيء غريب في المدينة.
اعتقد انني رأيت بعض المخلوقات المخيفة. الله يطمنك يا حاج والله. اهم حاجة يعملها الوالدين ان هم يطمئنوا عيالهم، لكن هنا بيقولوا لي اشياء غريبة ومرعبة وسايبيني مع راجل مخبول. بيتزا. كشاف. اخذت مصباحا يدويا. في اي حاجة تاني؟ ما بتغسلوش المواعين ليه؟ في حاجة في التلاجة هنا؟ لبن. انجاز يا جدعان، انا ما اعملش حاجة عشان اخد كل الانجازات دي، هتغر. مقفل. هي البالونة دي وراها. البالونة دي كانت علامة على وجود بيني وايز في المكان. تابعنا ما اعرفش ايه. لاحقا يا جماعة. شايف في حاجة هنا؟ حمام. اقلها عندهم حمام نظيف. في شطافة عندكم ولا في عشان انتوا امريكان بقى وكده، ولا ما عندهمش شطافة؟ خلينا نشوف كده لما نضغط على دي هنروح فين. شايفين الجرافيكس باللون الاحمر حلوة ازاي؟ هل يا ترى في شيء هنا ولا مفيش؟ خلونا نشوف كده حاجة تانية. المكان ده متغطي خلونا نشوف ايه ده. برضو. ساعة عشان الاقي اداة واحدة. مفترض ان انا اعمل ايه يعني دلوقتي؟ ايه في مكان اهو. يقول لك انجاز محقق. والله ما عملت حاجة. لا تخاف من الظلام. يوسف نقول لك عزيزي المتابع ان انا بحبش الضلمة الا وقت النوم. التقط ذخيرة مسدس. ايوه انا خدت ذخيرة مسدس. غسالة دي ولا؟ ايوه مكان اهو. ذخيرة تاني. ايه الحلاوة دي؟ ذخيرة تالت. الله اكبر. انا كده عملت هاتريك تقريبا من حيث الذخاير. في حاجة تانية ولا مفيش؟ انا ما بحبش الاماكن اللي فيها. ايوه اداة ايه. اخذت مفتاح ربط عرافة. يعني ايه دي؟ 2,000 years later. تمام. ايه ده؟ احنا ماشيين صح. اهو. ايوه. كمان كمان ذخيرة. ايوه اهو. الاستخدام الامثل للموارد. ايه كده خلاص ولا ايه؟ بس الجرافيكس اتغيرت خالص يا جماعة. ابحث عن طريقة للوصول إلى مكتب آه بلياردو. مش محتاج أقول لكم يا جماعة أنا كنت شاطر قد إيه في لعبة البلياردو. الإنترنت طبعا. أهم حاجة المسدس، مش عارف إيه لازمته دلوقتي بس يلا يعني. التقطت صندوق إسعافات أول لو اسمها دي أولية. أحتاج إلى إيجاد طريقة أخرى أمام المكتب. وإيه دي؟ ثانية كده. حاجة شبه اللغز يعني ولا ما؟ هي كانت جاية رقم. دي رقم. ده أرقام.
ثانية كده. اهو. واعتقد دي 6 اهو، كانت جاية على الرقم الصح. طب دي رقم ايه دي؟ ايوه. كده فاضل ايه؟ يبدو ان كل شيء على ما يرام. انجاز محقق منشد الكمال. يا عم الكمال لله يا عم، استغفر الله. خلينا نشوف كده. احتاج الى طريقة اخرى للوصول الى المكتب. طب في طريقة تانية ولا حاجة؟ انا اصلا ناسي ان في باب معين كده. كان في باب هنا. احتاج الى ماشي. برضو I guess مفيش طريقة واحدة غير ان احنا نرجع للعالم الواقعي ونشوف احنا ورانا ايه نعمله. يلا بينا الى العالم الواقعي. احنا كده في البلياردو. اه باسورد، يبقى ثانية الرقم اللي احنا كنا كاتبينه. ايه ده؟ الرقم اختفى عشان احنا ما كناش. ايوه انا كنت فاكر ترتيب الرقم هو المهم. طب ثانية بس نبص كمان بص على الرقم. 9156. 9156. 9156. خلينا نشوف ده بقى. 9156. أيوة. ده مفتاح الباب الأمامي. ابحث عن طريقة للمفتاح الباب الأمامي. خلينا نشوف بس كده في أي حاجة. مفيش. كان نفسي ألعب شوية بلياردو. مش مشكلة. أحتاج إلى طريقة للدخول الباب الأمامي. يمكن قصده من الناحية دي مثلا. أمال إيه؟ أمال أنا خدت مفاتيح على إيه؟ يمكن هو ده. يا الله. آه. طيب يا جماعة نوقف الفيديو هنا لأن واضح إن اللغز هيطول شوية على ما أكتشفه. وهبدأ معاكم في الفيديو اللي جاي بس عشان الفيديو ده ما يكونش طويل. المهم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتدعموا القناة. عايزين نوصل ل1000 مشترك أو 10000 مشترك أو أيا كان. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. وبس. خلينا نعمل حفظ الأول. حفظ. المهم كان معكم امبرح. يلا سلام.